يا بني، أود أن أعطيك بعض النصائح التي قد تساعدك في تجنب العقبات في حياتك. بالطبع يا أبي، أنا مستعد للاستماع. أولا، كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين. الصدق يبني الثقة والاحترام ويجنبك الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة. هذا صحيح، الصدق دائما هو الطريق الأفضل. تعلم من أخطائك. الأخطاء جزء من الحياة، ولكن المهم هو أن تتعلم منها وألا تكررها. سأحاول دائما أن أتعلم من تجاربي. احترم الجميع بغض النظر عن مكانتهم. التعامل باحترام مع الآخرين يعزز العلاقات الإيجابية ويكسبك تقديرهم. الاحترام متبادل، وأنا أؤمن بأن الجميع يستحق الاحترام. كن مثابرا وصبورا. النجاح يتطلب العمل الجاد والمثابرة، ولا تأتي النتائج الجيدة بسرعة. الصبر مهم لتحقيق الأهداف. أدرك أن الأشياء الجيدة تستغرق وقتا. حافظ على صحتك. الصحة الجيدة اعتني بجسدك من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة والراحة. سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على صحتي. كن متواضعا. التواضع يمنحك الاحترام والقبول من الآخرين. تذكر دائما أن النجاح ليس نهاية المطاف، وأن هناك دائما مجال للتعلم والنمو. التواضع فضيلة، وأنا أحترم من يتحلى بها. خطط لمستقبلك. وضع خطط وأهداف واضحة يساعدك في توجيه حياتك واتخاذ القرارات الصحيحة. سأبدأ في وضع خطط لأهدافي المستقبلية. اختر أصدقائك بحكمة. الأصدقاء لهم تأثير كبير على حياتك. اختر من يشاركونك القيم والأهداف الإيجابية. سأحرص على اختيار أصدقائي بعناية. أخيرا، كن إيجابيا وتفاءل دائما. الحفاظ على نظرة إيجابية يساعدك في تجاوز العقبات والتحديات. التفاؤل يفتح أمامك أبوابا جديدة وفرصا غير متوقعة. أنا فخور بك يا بني. شكرا يا أبي. وأعلم أنك ستنجح في حياتك باتباع هذه النصائح. In the end, I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature.